بيك سايبك، واحدة غيرك ما كانتش بطلت عياط. اولا انا اللي سبته مش هو اللي سابني، عشان عرف عليا واحدة تانية. والاهم بقى، انا لا عايزة ولا كنت اصلا عايزة اكمل معاه، والحمد لله ان عمل كده عشان اسيبه. ثالثا بقى، احنا بقالنا سنة سايبين بعض، انتي مش بتنسي يا ماما خالص كده؟ وفيها ايه يعني لما اعمل كده؟ المهم هيتجوز مين في الاخر، مش بدل ما انتي قاعدالي كده. يا ماما، يا ماما ريحي دماغك، عشان انا مش هتجوزه مهما حصل. انا الحمد لله مش ناقصني حاجة عشان اتنازل واستحمل كده. الكلام ده في المسلسلات الهندي بس، مش هنا. اخدت اسيل بنت اختها ودخلت اوضتها. اما في مكان تاني كان واقف الشاب متضايق جدا قدام مامته. اقعد انت كده، كل ما تخطب واحدة تسيبك بسبب عمايلك. انا مش فاهمة انت هتتصلح امتى. ماما بقولك ايه، انا اصلا ما كنتش عايزها ولا عايز اخطب، سيبوني براحتي بقى. قال كده ومشي. نزل اخوه الكبير وقرب من مامته. انتي اللي غلطانة يا ماما، سيبيه براحته، هو لازم يتصلح من جواه. الجواز مش بيصلح